جهدارن هيفي اف ام دما خوش به از بشرا حمد بورما ده برنامج دکاری گهدارن دلال میوان ما یاوی خلکی انجیلا گبرو جبرائیل یا تیب ناس کرن یکمین جن جباجار دیرکی ریوبر یا دبستانی کریه ده سال 1966 و امنا چارن بزمان عربی باخفن جبر میوان ما نزان بزمان کردی باخفه و مهیوینا هیل ما گهدار ببن. مرحب فيكي في راديو هيفي اف ام. اهلا وسهلا. عرفي عن حالك لمستمعي هيفي اف ام؟ اسمي انجيل قبرو جبرائيل من اهالي الحسكه. تولد الحسكه 1942. تخرجت بال65 وتأهلت بال66 وانتقلت إلى المالكية. قضيتي طفولتك بالحسكة؟ إيه كلها طفولتي بالحسكة. وبعده أنا السنة اللي قدمت فيها كنت معلمة في الحسكة. كان استلمت السادس، والسادس كان هذاك الوقت كان شهادة. قدمت كل الطلاب نجحوا. جاني وسام من القيادة القطرية، مدرستي طلعت بعد 20 سنة أخذت هذه وسام. بأنه سنة أخذتي وسام؟ المدرسة أخذت وسام، وبس أنا جاني تكريم، جتني ترقيعة، وجاني مدير التربية وتبع الفرع وهذولي اجوا على مدرستي وشكروني، لأن وقت السادس كان شهادة بال65. إيه لأن 66 جيتوا هوني. بأنه سنة صرتي مديرة من 66 إلى تقاعدت مديرة 40 سنة، يعني بس سنة درست معلمي. جاني سناء من الوزارة، من وزارة التربية، لأن يعني لأول مرة المدرسة أخذت سناء. كل طلاب اللي قدمتون نجحوا وبمجموع عالي. اجا سناء للمدرسة وسناء لي مدرسة الخنساء بالحسكة، أقدم مدرسة كان. لما يعني عينوكي مديرة شو كان شعورك؟ ليش عينوني مديرة؟ جاني ترفيعة من الوزارة وقالوا هاي تستحق تكون مديرة. رأسا عينوني مديرة لما انتقلت هون وبقيت إلى تقاعد. كان في فرق حياة بين الحسكة ولما انتقلتي لهون؟ شفتي ولا تقول كي شفت الصعوبة، وحاولت أرفع التعليم لأعلى مستوى. هوني أخواننا الكراد لما كنت أسجل يسجلوا الصبي وما يسجلوا البنت، كنت أقول له لصاحب الله، أقول له خيو هدولي أطفال، هدولي ملايكة، أنا ما بسجل لك الابن إذا ما تسجل البنت. حرام البنت محرم التعليم. وصار انه ليش نحن ما نطالع البنت؟ اقول ابدا، انا حرام البنت مستقبلها اهم من الولد. مزبوط الا لا؟ ايه التعليم الاساسي هو للبنات. والله صار بعده مدرسة خولك بتعرفيها انت بنت البلد. هوني اول شيء تعينته كان الشعب. انا لما شفته انه ما في اقبال اتبعته هالطريقه. ينجبر الاب يبعث ابنه، وأنا ما كنت أقبل تسجل الابن إلا ليسجل البنت. وكتر العدد، أنا من أول ما كان في اكتفاء من المعلمات من البلد. كان يجينا من الشام، من الحسكة، من القامشي، ما كان في هوني. وقت اللي درستي كان نسبة البنات بالمدارس كمان قليلة كتير. إيه وهي ورفعتها. المهم إيش عملته؟ أنا عملته دوامين. بدي أحوي هالبنات والأهالي. أشياء هاي ما تجبرنا. كنت أقول أبدا أنا أقدس البنت، حرام البنت تنظلم. رحتوا على مدير التربية، ما بقى كتروا العدد، كلن اجوا وسجلوا. رحتوا على مدير التربية قلت بدي 6 معلمات تانيين. ما كان بس 6 شعب، ما كان في أبدا هاي. قال خير مو بعتناكي. قلت أنا بقى سويتوا دوامين. من أول كان دوام كان يداوم ساعة بعد الظهر، ما بعرف ليش أنا سويتها دوامين. فوجي يداوم الصبح وفوجي يداوم بعد، مثل اللي هلا قبل سنة كان هالحكي. الحكي كان بال68 أو 67 هيك. المهم المدير التربية عيط علي، قال شو أنت عاملة؟ قلت له أستاذ نحن العلم
سفينة السلام. العلم ينهض معي إذا بالعلم كل شيء نعمل. أنا هيك صار معي، وأنا ما بقبل طفل يبقى في بيته هو عمره ينقبل في المدرسة. قال أنت بدك يا عقوبة يا امتياز قوي، تعاقبني بس هالأطفال لا ينحرموا. قام شكرني والله، ركبني في سيارة بدي مقاعد زي قمنا أخذنا، حملني كم يوم وراه لا قال لي صلكي ثانية، وحط معي في السيارة 6 معلمات وجينا. صار دوامين. المدارس الخاصة السريان والهدول قل العدد. ليش؟ لأن المدرسة الحكومية مجانا، والسريان كانوا هاي، وقاموا قالوا ايش هاي، انه هاي كان من اول العطلة يوم الأحد. كيف شفتي تجاوب العالم بهديك أول مرة مو تجاوبوا مو بشكل يعني يمكن تسألي المجتمع يعني هاك ما كان يرفعوني على الهواء. يوم التكريم قال إلا أن حملتي من البيت عملوا لي التكريم في الشبيبة مع فيديو مع حضور الحزب والتربية والجهاز الإداري تبعي، والتكريم صار على أبو جنب والقاء كلمات ودبكة يعني كأنه قلت والله أنت أنا ختيرته أنت ترجعوني عروس. المهم مدير التربية انبسط قالوا حييكي. وهذه صارت معي مشكلة، كان يريدوا الطلاب الكرار خطية، كان في بينات شلون مني مسجلين الأجانب يصلوا للسادس يحرمون. أنا كان صارت معي أنا ما حرمت حدا، كان في عندي شيء 4 طلاب أول شيء كرهوني يعني قالوا ايش هاي تثبت فينا ونحن عيب وما ندرس البنت وشي. يا عمو يا عيني بكره بس تدرس بنتك وتشوفها محاميه راسك يرتفع، تكون مرشده اجتماعيه، تكون طبيبه، تكون مهندسه، تكون يعني تعيش حياه سعيده مع زوجها، مع تبني بيت مستقبل اساسه، لا تبني حتى اطفالها رح ينشأوا النشأة التربويه الصحيحه اذا كانت مثقفة وهي. لأن الرجل حتى لو كان مثقف أكثر وقته يقضيه برا، بس الأم هي تحضن الأطفال. وبعده صار الشعب مثل ما تقولي اقتنع. أحكي لك على صار معي موقف، كان في عندي شي 4 طالبين شاطرين يمكن أشطر الطلاب، لما نوصلوا للسادس ما رادوا كنا نعمل قوائم ونبعثن للتربية يوقعوا ومن جديد نعمل لكل واحد وثيقة، لأنه هدول كانوا أجانب ما كان عندهم وثيقة. ما هي أنا عملت لهم ونزلتون وثيقة. كيف عملتين؟ حطيتون في الجداول. مدير التربية قال ما يصير هدول أجانب. قلت له يا أستاذ نحن التربية تعلم انه بدنا نحضن هالطفل، نحن رسالة التعليم رسالة مقدسة. تتذكري اساميهم شو كانوا؟ والله ما اتذكر. هاي من 40 سنة، بعد 2 3 لا والله 4 سنة طلعوا الأجانب. قلت له تعرف انه هالاطفال اللي انا حطيته اسماء اعلى مجاميعا ويمكن هدول اللي راح يكونوا مهندسين او هذه. قلت له نحن لكن نعلم الناس ونخلي معناتها ما بقى في وجدان، العلم للكل. والله قام مدير التربية قال أماني أنت راح تتعاقبي تخالفي. قلت له معلش أستاذ أنا بس هذول الأطفال أعطيهم حقا، وأنا زكلت عقوبة في سبيل المعروف، في سبيل أنقذ أحيي العلم وأعمله مشعل يتنور فيه الشعب ويهتدي فيه الشعب ويصير يعني الحياة غير شيء إذا واحد كون معي. والله طلع قالت نعمل اجتماع ونرد هاي. قلت له طلع أنا تركته طفلي صغير وجيته وأنا مستعدة أبقى طفلي يبقى جوعان بس أريدها قد خلص هاي راحت صار يجوا. إيش أقول لك المدرسة صارت دوامين لما كتر العدد، صار عدد البنات كتير. صار أبدا يمكن صار أكتر من هاي. يعني المهم آخذ دفتره أطلع اللي عمره مخبول عمو ما بسجل لك الصبي ما تجيب البنت. وصار العدد وقلت لي زاد صار دوامين. ورحتوا حط لي كمان مدرسة ناظم أول شيء تعينته ما كانت هاي. وجاء عطاني خطية حط معي 6 معلمات وبعده بعد ما قعد قال يعطيك العافية وشكرني. بس أحكي على الأجانب كمان
هذه لما قال قلت معلش ايش عليه اذا تعاقبني كرمال انا احيي اطفال ابرياء هذول ملايكني ما لن حدا معي. قام قالت نعمل اجتماع ولا عملوا اجتماع. قال اماني هالمخلوقه عندها وجدان يكون غير واحد مو يتحمل يعني ايه خلص القانون. والله نجحون وجيتوا هالمره بعثوا هذوك كانوا ابنين وثلاث بنات. ايه انا اقول وحده كانت يمكن بنت فقه انا اقول ملقوا شيء نجحت صارت دكتوره واخذت البكالوريا. قلت لي اذا ما جمعتي اعلى مجموع الطب لا عرفتي ولا تعرفيني. قال انسي والله تحاول واجي اول وحده انا ابشرك. وفعلا جمعت مجموع الطب واجت خبرتني قبل اهلها بوستوها وحضنتوها وهاي. بالسوق حملت اغراض حملي هون يعني بهالكيس وهالكيس ما بعرف اني طلابي واحد دكتور وجراح يعني مختص وواحد مهندس اخذ دكتوراه. مسكوا هذه انا هبطت قلت ليش؟ قال يا انسي ليش فضلك ننساه بخيرك لان المعلمه كانت تغيب وحياه عيني براس اولادي كانت تغيب ادخل بدالها. ايش اعطي كل شيء اللي عطته المعلمة خلال أسبوع. يعني مو بس إنه كنت أملي الفراغ كنت أعمل المراجعة تشوفي أذان صاغي صمت انتباه وآخر شيء يطلعوا مشكورين يفهموا يستوعبوا الفكرة. يبقى هذا عمل. قال تعبتي تعب أساسا من بعد كي تحرم المدارس عن جدها لما بقى التعليم مثل الأول. من أول كان في تعليم كان في رهبة كنت أعمل مجالس أولياء أدعي كل الأولياء كل صف كل أسبوع كنت أدعي أولياء صف. أقول لهم مثلا إذا واحد يكون ضعيف أسأل للأم للأب إيش هي مشكلتكم في البيت حتى هذا الولد ما بيكون سوي. أنا بدي أصل لا حقيقة وبدنا نتعاون لأن ما بقدر أنا أنجح إذا أنتم ما تساعدوني. لا أساس الطفل لازم يتعاون البيت مع المدرسة. هذا الطفل نوصله لبر الأمان ونبني مستقبله ونسوي. بفترة خدمتك بمدة 40 سنة بالتدريس كنت مديرة مدرسة سكينة يعني أكثر شيء صار معك يعني شيء متميز صار معك صار هيك عم تتذكرين؟ أنا مو بس مديرة مدرسة سكينة لما صار أخذت مدرستي كمان سنة قاموا وهبوني هالمدرسة مزاد العدد وصار إقبال وصار يعني غير شيء كل لسكينة بالقوة. قال محيان قلت إيش؟ قال محيان هالمدرسة سنة الكي هالملحق هذا اللي هلا يدرسوا فيه لأنه أنت جاهدتي وجهدتي ولقاء جهدك ما بنضيعه. كنت رئيسة اتحاد نسائي صوري الأرض ما عطوها رحت 4 مرات على المحافظ قلت له يا أستاذ أنا الأرض أمنتها من البلدية بس أنت ما بتأمن طلبي. ليش؟ أنا إذا أمنت الأرض كمان في نساء جاهلات في بيوتن حرام يتعلموا تطريز يتعلموا خياطة يثقفوا كمان اتحاد نسائي زي وقت اتحاد نسائي أنا أسست الاتحاد النسائي في المالكية. أخذت الأرض من البلدية هلا اللي تبع الاتحاد نسائي الروضة. والله قمنا دعينا المحافظ يحط حجر الأساس رحت 3 مرات كرمال إنه هاي قالت نيناتنا بدنا نحط أساس الروضة لأن أنت تعبتي فيها. هاي 3 مرات تجي من عدد الكتب اللي تبعتيه
بقيت شي 10 سنين رئيس اتحاد نساء، بالإضافة إلى إدارتها. الصوري كان يجوني ناس وقت كنت في الاتحاد، كان يقول محيان زوجتي تطلقني، إيش عملت يا عيني؟ والله ما عملت شيء معي. كنا نروح على الرجال، نروح أقول له أي متى يكون زوجك في البيت. كان في معي شيء 3 4. كانت وقتها رئيس اتحاد الحسكي ناية في الراس معي. قلت له طلعي إذا تسلحيني وتكونين بإيدي تعمل اللي أنا أريده. والله كنا نروح كنا نقول له لهذا زلمي كيف تطلق مرتك عندك طفلين يا محلاهن وبعده تجيب لك بلا لحالك. إيه أماني كان يجوا لعندي كنت أروح كنت أقول حرام عندكم أطفال، الحياة معي. إذا هيك رزقتك إذا مثلا لا طلع 500 ليرة في الشهر تعيش هدول ترفهن تنقذن تسوي، ومرتك مطيعة لو فيها خطأ معلش أنا معك، بس مسكينة ودرويشة وعم بتطيعك وجابت لك ولا يعني إيش هذه. إيه وأنا كنت أهددن أنا تبعت إنه لأن عندنا منظمة اتحاد نسائي تحاسب الرجال اللي ما يعرفوا. هلا أنت كيف شايفة حياة المرأة هلا بهذا الوقت؟ إيه والله أنا أشوف هلا على وقتي يعني قبل هلا صارت تعلمي؟ إيه صارت كلنا الحمد لله طلابنا يعني معلمات كانوا هاي كلنا مثقفين ومهندسين. يعني أنا أشوف هلا البنات يدرسوا مثل الصبيان. لا 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 بالعكس، ما قلت إذا في إلا يكون في هاي الأنبياء اجوا ما قدروا أصلحوا المجتمع كله، بس حاولت قدر الإمكان يعني أعمل إصلاح في البلد 70%، مو قل 100% عشان لا أبالغ، بس 70% تعبت وتعب إلى قلته بس. وهالرواد بنات كانوا بحياة عيوني أعملها ما كنت أفرق بين كردي ومسلم وعربي وشي كل مثل بعض. الشاطر هو يعني كان في عندي طالب اسمه هامان بيته هنيك. امه كان هاي طرفي ذكي شاطر بس كان يتأتأ لما يحكي مثلا اساله السؤال لما يجاوب تا وبعدين تشوفين مثل البحر. قلت هذا عنده مشكله بدي اروح على البيت. قلت مامتك في البيت هامان؟ قال ايه. وكان شاطر إيه، كان ياخذ في المذاكرات علامة تامة، ولما يطلع شفهي يعني غرشي. قمت قلت وديني على البيت. رحت بدي أعرف مشاكل البيت حتى أقدر أحل مشكلة الولد. صدقيني وغيره عملته. قلت إيش فيك ماما؟ قالت والله هذا الولد اتعقد أبوه طلقني وبزور أهلي بعثوا لي خرجية وعم يحرمني حتى من الخرجية. يشوف أنا معاناتي يصير عنده رد فعل. قلت له زوجك ايش يشتغل؟ وصلتني أين رحت وديته معي 2 كنا 7 في الاتحاد، يعني أنا الرئيسي ودوك أعضاء مر على الحال. قلت له يا عمو أنا رحت لعند مراته وأما عندك هالولد الشاط يسوى الدنيا وما فيها، شلون هالأطفال فردت قلبك تحرمه من هاي؟ تعرف الولد عم بيتأتأ ويشعر حاله أنه هو صغير أمام المجتمع، أما كرمال هالطفل. قال ما بعرف. قال قلت له أنا إذا عائلتك تخلي خاطرك وما تقوم بواجبك أنا مستعدة أنبهها، بس إنه ما بتعمل لك ضرر. وتجي كان عنده 3 أولاد وبنتين يعني 5 أولاد. والله رجع على أساس خطب وحدة وتتجوزها، رجعوا لبيته. الولد سبحان الله وتخرج دكتور هامان ايش ما بعرف، كان بيته هنيك هاتي بقى وقت هاي اخذ البكالوريا بامتياز. جباس ايدي قلت له خير؟ قال انت رجعتي الفرحة لبيتنا وانت ما فضلتي الا اموت ما انسى. قلت بدال اخذت البكالوريا بدي اياك طبيبها، انا تأمرك اكثر من امك وابوك. قال خلص لعينك والله تحاول بس لا اخسر كلمتك. اقول العلم
مثل ما أقول أنا قلت لهم بقى ما كنت أخاف قلش، كنت علمتني الحياة أن أنظر أحدق إلى الشمس دون أن ترتجف عيناي، وأن أمسك النار بأيدي غير مرتجفة، وأن صعدت إلى الجبل سأصعده إلى قمته، لن أتخلى عن مبادئي، لأن العلم هو أساسا، العلم هو حضارة، هو ازدهار، هو قمة الازدهار، هو اللي يخلي الشعب يعني يصدر علم للبنت مثل الصبي وأكثر، لأن عشان إيش تكون في بيتها مسلحة، يكون إلى قيمة، يعني تشعر لما البنت تكون مثقفة وشي تشعر بكيانة بوجودها، تشعر بهيبتها، أولادها يأخذوا لها قيمة، مو والله تكون صفر على الشمال. ولبنات هيفي اف ام شو بتخبريون؟ أقول إيدي معيتك هم المبادئ، مو مثلا وقت قلت هذه الرسالة يعني رسالة تعليم حملتها بقدسية تميتها وها أنا أسلمها إليكم، أتمنى أن تمشوا على الموال الذي مشيته، لأن رسالة التعليم رسالة مقدسة، وهذه الأطفال براعم زهور لازم نحن نسقيها بدمائنا حتى تنتعش وتفوح بالعطر، تفوح بالحضارة، تبني بلدنا، تبني مستقبلنا، تبني حياتنا. كلمة أخيرة توجهينها للأمهات؟ إيش كمان أقول، لازم الأمهات يعتنوا بهاي، ولازم أنا كان عندي ابن دكتور جبناه من برا، قال ليش جبتني؟ لما اجى من برا نزلوه صف أماني، قعدته على الأرض وخليت أولادي حوالي، قلت له يا ابني أنا لا تعتبروني اعتبروني صديقة، اعتبروني أخت، اعتبروني زميلي، اعتبروني آخر شيء اعتبروني أم. شوفوا أشياء معاناتكم ايش تشعروا، قلوها لا تخلوا بيني وبينكم حواجز حتى نصل لبر الأمان. شفتوا طلباتكم؟ قلتوا أبدا طلباتكم فورا تتنبأ. كسبت ولادي واحد حيان دكتور جراح أذن وأنف وحنجرة، عانيته إلى مشيته معه، وابني الله كمان دكتور ومختص جراحة عامة وتخدير، وعندي بنت مرشدة نفسية، وعندي ابن هندسي بالإضافة إلى أنه مهندس، لأن كان ذكي كتير. تبني إلى جانب شهادتك هاي تفيد فيها للمستقبل. الله يخليهم لإلي. تسلمي، الله يخليك يا رب. وعندي هذا الابن في الكهرباء كمان مساعد فني كهربائي، وعندي ابن صاحب مطبخ. أماني كنت أروح أزور كل طالب كان مستواه دني، كنت أروح لبيت أهله، أو كنت أدعين على المدرسة بحياة عيوني، كان يجوا أضيفان وأضحك معانا وشي. أقول أنا ما بقدر أدي رسالتي إذا أنتم ما تساعدوني، يعني أعطين قيمة عشان إيش يساعدوني. وفعلا بعده تقول لي كلمة من أول كنت أحاسب كل معلمة ما يصير، كان عندي طريقة عشان المعلمة ترفع مستوى طلابها. إيش كنت أعمل؟ كنت أدخل أول الفصل أول السنة على كل الصفوف، أعرف كم طالب أسأله في العربي والإملاء، مثلا 10 ضعيف، 8 جيد، 15 وسط مثلا. أقول للمعلمة بدي أشوف همتك بعد شهر ونص، أشوف إيش المحاولات اللي رفعتي مستواها. عرفتي؟ ما كنت في ناس مديرات يدخلوا، أنا لا، كنت أعطيهم الحرية
وبالخفاء أعمل اللي هاي. شوفي مثلا المعلمة في معلمات من أول كان معلمات يتعبوا بخلاص يرتفع المستوى، أكتب على دفتر لا تشكر المعلمة بسبب رفع مستوى تلاميذها. هلا لما يشوفوا هيك يشجعوا البقية زي عرفتي، من دون ما أأذي المعلمة ومن دون ما أخجلها. شوفي كان يرفعوا المستوى. هلا التعليم كيف؟ والله التعليم من أول شكل وهلا شكل. ما كان في عنا لا وسائل إيضاح ولا كان شيء. كان المعلم كان مربي، ما كان يعني نحن هلا المعلم هلا التعليم. أنا ما أتعجب أنا هلا إيش يتنافسوا الآن. من أول كان يتنافسوا من بالتنافس البريء، إنه يجمع أكثر. يلا ابني هذا هيك بالتنافس المحبوب. هلا يتنافسوا على الدورات، مزبوط كلها دورات. بلكي في ناس فقراء ما يقدر، او في انت مثل ما تقولي الناس عندهم 6-7 اولاد وكل ما للدورات. هون كان يعتمدوا على ذكاء وعلى انه احترام. هلا لما الطالب يعمل ضجه ما يفتح مجال انه يستوعب المعلومات، بس لما يهدى ويحترم معلمه يصير عنده هدوء يستقبل المعلومات ويصير مشاركة. والمعلم كان يشتغل بإخلاص، كان مربي مو معلم. أنا مرات كنت يعني يعني مرات لما الطالب ما يجيب وظيفته 2-3 قالوا لي عملوا معي مقابلة تاني. كنت قال يعني شلون كنتي قاسية؟ كنت قاسية كقساوة الأم. شلون الأم تقسى على ولدها، أنا هيك كنت أقسى على طلابي، لأن هدول أهل مني عندن. أنا أبقى أمن وأبون، لازم أنا أدافع عن حق، لأن الطفل بريء ملاكوي مزبوط. عشت بينات يعني ما بعرف، كنت أحب الأطفال كتير. إلا هون الرواد كنت أدرسن وأسوي لهم، وكان تطلع مدرستي الأولى بين الرواد كلن يعرفوا. كلمة أخيرة توجهينا للمعلمات الآن. والله أتمنى من المعلمات يكونوا مخلصين، لأن رسالة التعليم رسالة مقدسة، وهالأطفال بين إيدين أمانة لازم يحملوها. هالأمانة لازم يوصلون لسفينة السلام، لبر الأمان، لتحقيق مستقبلهم، حتى يشعروا هن المعلم لما يعمل واجبه يرتاح، لأن راحة الضمير هي صوت الله. ضمير إيش هو؟ صوت الله في الإنسان، يعني ريح وضمير. إذا هيك يدرسوا بس إنه والله تنتهي الوقت لا مبالاة، يعني ما بعرف، هذاك ما بعتبره معلم. أنا على وقتنا كان المعلم مربي، هدفه كان يوصل المعلومات، رغم إنه ما كان في لا وسائل إيضاح ولا شيء، كان يعتمد على قدراته. بس هلا في تقنيات وفي مو تشوفين المدارس إيش وسائل وأشياء وهاي. يعني لازم أكثر يتطور، الدولة تحاول تطور التعليم، بس المعلم انهار. وبنفس الوقت لأنه المعلم ما بقى يشتغل بخلاص مثل أول، الطالب زي صار ما عنده احترام لا هاتيته. يعني مثل ما تقولين تبادل، لما يكون في احترام الثاني زي تحترم. يعني المنظومة التعليمية تغيرت أمانة. هلا أنت تلاحظي التعليم مثل أول كان مقتك يا دكتور لابي واحد دكتوراه بالهند مسكوا تواضعا طلع مسكوا الأكياس، قال أساسا من بعد حرمة المدار. كان في شيء إخلاص، كان في شيء احترام، كان في شيء. الطالب كان يسترجي يرفع نظره. لا ما بعرف. من وجهة نظرك يعني شو السبب اللي خلى التعليم يوصل لهالمرحلة؟ ما بعرف، مثل ما تقولين يعني يعني أنا أشوف هلا أنت تشوفي التعليم مثل الأول. لا أنا رأيي مو مثل أول. من أول كان فيه تعليم وكان فيه، هلا خطية الأهالي يتسابقوا على الدورات يعملوا لأولادهم. طالما الولد في المدرسة لازم يعتمد على معلمه ينقذه، مو والله الدورات. حتى تشوفي في أساتذة في الثانويات أو شيء مثلا يعطوا الدرس في المدرسة شكل، وليش؟ عشان يجذبوا الطالب يجي يعمل دورات. ما كان في نحن بوقتنا على دورات. ليش يعني التعليم تغير من وقتها لهلا؟ والله ما بعرف، الضمير، الحياة. واحد والله ما كنا نفكر ايش راتب ناخذ، هلا مع انه الراتب زاد
التقنية زادت، وسائل الإيضاح انعطت، تتوفر العدد من أول 40 طالب كان في الصف هلا 25. يعني كل الصفات الكويسة يعني حضرت للمدرسة، وما في هالإنتاج القوي. ما عاركته كتير حياتي كلها. أنا بس هيك لما صار مشكلة في مدرسة الأرمن والسريان طلبوني أنا أحل المشكلة. قال ما حدا، لأن نعرف محيان هي مرأة ورجل، بنفس الوقت أماني لقمتي على الواقف كنت أكل. بس إيش كنت مبسوطة، يعني كنت أشوف هالشعب يحترمني، هالأطفال يحترموني. هاي تصوري وقت يعني ودعته الطلاب، دخلتوا على صف بصف وأنا أسلم عليهم وأبوسن وأوصين، أقول شوفوا لازم تحترموا معلماتكم، ولازم هيك. صوري الأطفال بكيوا، بالآخر أطلع كل صف كان يحضنوني، كنت أنا أبكي. خلص تربيتوا بين الأطفال والمعلمات، أشوف أكثر بكيوا أختار لأنتن أكثر بكيتهم. ودعتوا طالب الطالب وبستو 700 طالب محيان قبل ما يودع. ولهلا وقت كنت أبرم إلى يعني سنة زي ما كنت أقدر أشوف، يعني حسيت المدرسة قطعة من جسدي، يعني حسيته كأنه ما بعرف كالبنيان المرصوص فيه. هالأطفال يعني كان ينتحشوا، كان في محبة. لما كان يجوا الأمهات أو الأولياء على المدرسة احترمهم وضيفهم وحكوا لي مشاكلكم، أنا محتاج تساعدوني حتى أوصل نرفع مستوى أولادكم، لأن هدول أولاد الوطن، لاني أولادكم ولاني أولادي، هدول أولاد الوطن لازم نبني. كان ينبسطوا، كان يعني كان في. بتشكرك كتير. تسلمي. هيفي FM أشكرها، وأنه اعتبرتني أنا تقاعدت ولا زلت الناس تذكرني. أشكرهم، ورح تبقى ذكرى حلوة، ومثل ما تدخلين عقد لولو يترصع في قلبي، واعتبر انه هن جذورا. هالاطفال هن صخور وسندياني، لازم نكافح ونضحي حتى نوصلهم لبر الامان. انا اقدم معلمة في محافظة الحسكة، أقدم معلمة. وقلت لك أنا درست جامعة أدب عربي لسنتين، وبعده ظروف قريتي كان بالشام وشي، وأبو حيانزي كان يدرس جامعة، ما كان توفرت الظروف، صار لي أولاد تركته بقيته على الله. شكرا كثير لك. تسلمي. بهدارن هيجا أم جهان ضوية خلك أخويا في حفتي تا حفتيك دي وخلك قدي هين بمن دخير وخشيدة.